بتبدأ حكايتنا مع العمة كاس، وبنعرف إن هي صاحبة كافيه صغير اسمه لاكي كات، وبتكون العمة محبوبة جدا من كل الزباين، وده لأنها بتهتم بيهم وبتكون معاهم علاقات قوية. لحد ما في يوم من الأيام العمة كاس بتكون في شغلها، لكنها بتكون شغالة بسرعة جدا، فبتتلخبط وبتقع من غير قصد من على السلم، وساعتها بيحصل التواء في رجليها. وفي التوقيت ده بتسمع العمة كاس صوت الروبوت الطبي واللي بيكون اسمه بي ماكس، وبينزل من على السلم وبيروح لها. ولما بتسأله العمة عن سبب نزوله بيقول لها إن هو سمع صوتها لما اتخبطت، وعلشان كده قرر إن هو ينزل ليها علشان يفحصها. وفعلا بيبدأ بي ماكس يفحص العمة كاس، ولما بينتهي من عملية الفحص بيعرفها إن هي اتصابت إصابة قوية، وبينصحها إنها لازم ترتاح علشان الإصابة تخف، وبيقول لها إن هي لازم تقفل الكافيه من 5 ل7 أيام علشان رجليها تاخد وقتها لحد ما تخف. وبيفضل بي ماكس يعرض ليها مخاطر التواء القدم علشان تقتنع بمدى خطورة حالتها، لكن كاس برضو ما بتكونش مقتنعة، وبتقوله إن هي لازم تفتح الكافيه كل يوم علشان زباينها محتاجين ده. لكنها بتلاحظ إن بي ماكس بيحمل نظام جديد، فبتسأله العمة كاس عن النظام ده، فبيقول لها إن هو بيحمل نظام جديد علشان يشتغل مكانها في الكافيه خلال المدة اللي هي هترتاح فيها، وساعتها بينزل وبيسيبها علشان يتابع الكافيه. فساعتها كاس بتقلق جدا من تصرفاته، وبتفكر إن هي تراقبه من بعيد، فبتثبت كاميرا على رأس القط بتاعها وبتخليه ينزل ورا بي ماكس. لكن بيكون واضح إن القط بيفضل يلعب لحد ما بيوقع الكاميرا. فساعتها العمة كاس بتقرر إن هي تنزل الكافيه بنفسها علشان تشوف كل اللي بيحصل. وأول ما بتنزل كاس بتشوف الزباين وهم واقفين زهقانين، وده لأن بي ماكس بيكون شغال ببطء شديد جدا. فبتقرر كاس إن هي تساعد الزباين من غير ما بي ماكس ياخد باله منها، لكنه بيقدر إن هو يكشفها وبيرجعها مرة تانية للدور اللي فوق، وبيقول لها إن هي ما تقلقش على الكافيه بتاعها وإن هو هياخد باله. لكن كاس ما بتقتنعش وبتحاول تنزل تاني، وفي كل مرة بتقرر إن هي تنزل الكافيه بيروح لها بي ماكس وبيرجعها لمكانها، لحد ما كاس بتنزل في مرة فبتتلوي رجليها التانية. فساعتها بي ماكس بيقول لها إن إصابتها خطيرة وإن هي لازم ترتاح علشان ما يحصلش مضاعفات. فساعتها كاس بتستسلم وبتقتنع بفكرته، وبتنزل علشان تقفل الكافيه، وبتشوف القط بتاعها وبتكتشف إن الكاميرا بتاعتها لسه شغالة من وقتها. فبتروح كاس وبتشوف الكاميرا والحاجات اللي هي سجلتها، فبتلاقي فيديوهات للزباين وهم بيقولوا لها إن هم عارفين إن هي تعبانة، وبينصحوها تاخد وقتها الكافي في الراحة، وإنهم هيفضلوا مستنيينها لحد لما ترجع بالسلامة. فساعتها كاس بتفرح جدا وبتقفل الكافيه وهي مطمنة ومقررة إن هي تاخد أجازة للراحة. وتاني يوم بتبدأ رحلة بي ماكس التطوعية، واللي بيكون عاملها لعلاج الناس. وأثناء ما بي ماكس ماشي في الشارع بيشوف ست عجوزة اسمها كيكو، وبتكون واقفة عند صندوق البريد وبتاخد منه الرسايل، فبتقع منها رسالة على الأرض، وبتوطي كيكو علشان تجيب الرسالة، لكنها للأسف بتحس بألم شديد في ظهرها. وساعتها بيتدخل بي ماكس وبيعرفها بنفسه، وبيسألها لو هي بتعاني من أي أمراض معينة علشان يقدر يساعدها. لكن كيكو ما بتكونش مهتمة بكلامه وبتطلب منه إن هو يبعد عنها. وساعتها بي ماكس بيكون خلص الفحص بتاعها، وبيقول لها إن هي عندها تآكل في الغضروف، وبيعرفها إن هي لازم تبدأ علاج ضروري علشان تتخلص من الألم ده. ولما بي ماكس بيشوف على الحيطة إعلان لحمام سباحة بيقترح على كيكو
إن هو يديها تمارين سباحة علشان تساعدها في العلاج، لكن ساعتها كيكو بتتضايق منه وبتقوله إن هي مش هتعمل حاجة وبتقفل الباب في وشه. ووقتها ماكس بيلاحظ إن كيكو بتخاف من المية أو عندها منها فوبيا. وبيجي تاني يوم وكيكو بتصحى من النوم، لكنها بتتفاجئ إن ماكس حاطط لها مية قدام الباب علشان تدوس عليها. وساعتها بيقول لها إن دي أول خطوة في العلاج، وبعدها بيديها مصاصة علشان عدت المرحلة الأولى. وبعد كده بيفضل ماكس يطلعها في كل مكان من البيت علشان يرش عليها مية ويسمعها صوت الموج. لكن وقتها بينفذ صبر كيكو، فبتقرر إن هي تلبس بدلة الحرب وبتاخد سلاحها علشان تدمر بيه ماكس. وكيكو بتروح وراه، فبتلاقيه عمال يساعد الناس وبيفحصهم وبيطمن عليهم، وبتفضل كيكو مكملة وراه لحد ما بتلاقيه دخل لمكان مهجور. فساعتها كيكو بتستغل الفرصة وبتدخل هي كمان بسرعة وراه علشان تعرف تقضي عليه. وفعلا بتوصل كيكو للمكان اللي هو فيه، وعلى طول بترميه بالسلاح بتاعها. لكن ماكس بيكون أخد باله منها وبينجح إنه يمسك الطلقة اللي هي ضربتها عليه، وبيقول لها إن هي كده قدرت تتخطى خوفها من المية، وبيشاور لها على حمام السباحة. وساعتها كيكو بتفهم كل اللي حصل، وإن ماكس فضل يستدرجها لحد حمام السباحة من غير ما تحس، وده لأن هو كان متخيل إنها بتخاف من المية. وساعتها كيكو بتفهمه إنها ما كانتش حابة تنزل حمام السباحة ده لأنها كانت بتروحه مع زوجها المتوفي، واللي كان دايما بيطلب منها تنزل معاه، لكنها كانت بترفض، وعلشان كده بقى عندها ذكريات وحشة مع المكان ده. ولما ماكس بيسمع منها الكلام ده بيحاول إن هو يواسيها ويطمنها، وبيشجعها إن هي تتخطى كل الذكريات دي علشان تقدر تتعالج من مرضها. فساعتها كيكو بتقتنع بكلامه وبتغير هدومها وبتلبس بدلة السباحة، وبيمسك إيديها ماكس وبينط هو وكيكو جوه المية. وساعتها كيكو بتكون مبسوطة وفرحانة جدا لأول مرة بعد وفاة زوجها، وبياخد ماكس صورة ليه مع كيكو علشان يعلقوها في المكان. وفي مكان تاني وتحديدا في مدرسة إعدادية بنشوف ماكس وهو واقف في الفصل وبيشرح للطلاب إزاي يقدروا يعالجوا الجروح بسهولة، وكمان بيعرفهم الطريقة الصحيحة لربط الرباط الضاغط. وبعد ما بتخلص الحصة المدرسة بتشكره جدا لأنه قدر يعلم الطلاب بطريقة بسيطة، وكمان علمهم إزاي يساعدوا بعض ويتعاونوا. وبعدها بتطلب المدرسة من الطلاب إنهم يتجمعوا في المسرح علشان مسابقة عرض المواهب، واللي هتكون بعد البريك. وأثناء البريك بيسمع ماكس صوت البنوتة اللي اسمها صوفيا وبتكون بتتألم، فبيقرر ماكس إنه هو يروح لها علشان يساعدها. وأول ما بيوصل عندها بيكتشف إن هي بتتألم بسبب وجع في بطنها، وبتقوله إن هي قلقانة جدا من العرض. فبيطمنها ماكس إن كل حاجة هتكون كويسة وهتنجح في العرض. وبيروح السوبر ماركت وبيجيب لها حاجات تساعدها ومسكن، وبيبدأ إن هو ينصحها تتعامل إزاي علشان تتخلص من القلق والتوتر. فبتتشجع صوفيا لما بتسمع الكلام ده، وبتطلع على المسرح وبتعمل العرض بتاعها وبتكون مبهرة. ماكس بيكون قاعد يشجعها من بعيد وبيكون فخور بيها جدا. وفي مكان تاني بنشوف شاب شغال على عربية الأسماك اللي ورثها من أهله، وبنشوفه وهو رايح السوق وبيدور على أنواع أسماك معينة لحد ما فعلا بيلاقيها وبيشتريها، وبيرجع للعربية مرة تانية، لكنه بيكتشف إن هو اتأخر عن ميعاد تجهيز الأكل. فبيبدأ إن هو يقطع الأسماك والخضار، وبيروح يطلع المغرفة بتاعته اللي كان باباه سايبها ليه، وبنعرف إن مكتوب عليها 3 كلمات وهي الحياة والحب والسمك. وبيبص بعدها على صورته مع أهله
وبيفضل يسترجع ذكرياته الجميلة معاهم، وبيروح بعدها لشغله وبيبدأ إن هو يقدم الأكل للناس، وبيجيله زبون وبيقوله عن أكل مناسب لبنوته الصغيرة، فبيقوله إن هو بيبيع سمك وبس، وإن هو لو عايز أكل لبنته يروح السوق. ولما بيجي يشرح له الطريق منين بيلاحظ إن إيديه بقى شكلها غريب جدا وكأنها ورمة، وساعتها بيوصل له بيماكس وبيقوله إن هو سمع صوته وهو بيتألم وبيعرض عليه إن هو يساعده، لكن الطباخ ما بيكونش مهتم بكلامه وبيحاول إن هو يمشيه. لكن ساعتها بيماكس بيكون مصمم إن هو يفحصه وبيبدأ الفحص بتاعه، وبنعرف إن هو عنده حساسية ضد السمك، وبيقوله إن دي حاجة عادية جدا بتظهر لناس كتير، وبينصحه إنه يرمي كل السمك اللي عنده. فالطباخ بيقوله وقتها إن السمك هو الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها، وإنه مش هيقدر يسيب الشغل ده مهما حصل. وأثناء ما هما بيتكلموا بتوصل الزباين وبيسمعوا بيماكس وهو بيقوله على أعراض الحساسية، فالناس بتخاف جدا وبتمشي بسرعة. فالطباخ بيتضايق وبيتعصب على بيماكس وبياخد عربيته وبيسيبه وبيمشي، لكن بيماكس بيفضل يطارده. لكن الطباخ بيكون سايق العربية بسرعة كبيرة جدا لحد ما للأسف بيعمل حادثة، فعلى طول بيماكس بيروح له بسرعة علشان يلحقه، وبيقدر فعلا إن هو ينقذه وبيديله عقار مضاد للحساسية، وبيقوله إن هو لازم يكون شجاع زي أهله ويدور على شغل جديد زي ما هما بدأوا الشغل بتاعهم ده. فبيقتنع الطباخ بكلام بيماكس، ولما بيشوف المغرفة بتاعته بيلاقي إيديها اتكسرت وبيكون متبقي منها هي كلمة الحياة والحب. فساعتها الطباخ بيقرر إن هو يغير نشاط السمك وبيدور على شغل جديد. وفي مكان تاني بنشوف حديقة في نص المدينة، وبيكون في قط نايم على تمثال هناك لحد ما بتتفتح رشاشات المية فبتيجي على القط، وبيصحى القط وبيكون متضايق جدا لكنه بيشم ريحة أكل قريبة من مكانه، فبيقرر إن هو يتبعها. وأول ما القط بيوصل لمصدر الريحة بيلاقي راجل قاعد بياكل وبيكون مشغل السماعات بتاعته في ودنه، فساعتها القط بيعلي صوت الموسيقى للآخر علشان يقدر يسرق الأكل. ولما الراجل بيشيل السماعات علشان يوطي الصوت بيتفاجئ إن الأكل خلص كله، وكمان ما بيلاقيش سماعة من السماعتين بتوعه. وبعدها بنشوف القط وهو بيتمشى وبيكون مبسوط، لكنه فجأة بيسمع صوت طلع من بطنه، وساعتها بيوصل له بيماكس وبياخده علشان يفحصه، وساعتها بيفهم إن القط بلع السماعة وهو بياكل. ولما بيماكس بيقرب منه علشان يساعده ساعتها القط بيخاف وبيفرد مخالبه وبيخربش بيها بيماكس، وبيماكس بيفضل يطلع هوا من كل مكان، فبيجيب لزق وبيحطها على الجرح بتاعه وبيفضل يطارد القط في كل مكان لحد ما بيدخل القط المكان مهجور. وساعتها بيوصل بيماكس للمكان ده وبيعرف إن المكان تحت الإنشاء وإن ما فيهوش أي مخارج تانية غير المخرج اللي هو دخل منه. فساعتها بيماكس بيقفل الباب وبيفضل يدور على القط جوه المكان لحد ما بيلاقيه واقف فوق رف من الرفوف اللي موجودة، فبيفك بيماكس واحد من الرفوف لحد ما كل الرفوف بتقع. وأخيرا بيقدر بيماكس إن هو يمسك القط وبيطلع منه السماعة، فساعتها القط بيتفاجئ من مساعدة بيماكس وإن هو ما كانش عايز يأذيه، وبيماكس بيقوله إن هو قط شاطر ويستاهل مصاصة. وأثناء ما هو بيتكلم مع القط بيظهر فجأة تحذير على البطارية بتاعته ولازم يتحط على الشاحن في أسرع وقت، وبيفضل بيماكس يدور على أقرب مكان للطاقة، وفعلا بينجح إن هو يلاقي مكان في آخر المخزن وبيطلع الفيشة بتاعته علشان يحطها في الكهرباء، لكنه قبل ما يوصل بثواني البطارية بتكون خلصت وما بيلحقش بيماكس إنه يوصل نفسه بالكهرباء. ولما القط بيشوفه بيروح عليه وبياخد المصاصة اللي في إيده
وبيسيبه واقع على الأرض وبيمشي. وفي اليوم التاني بيصحى هيرو صاحب بيماكس وبيفضل يدور عليه كتير لكنه مش بيلاقيه. فبينزل هيرو وبيروح لعمته كاس وبيقول لها إنه مش لاقي بيماكس وإنه مش لاقي مكانه على الخريطة اللي على النت. وبيقول هيرو لعمته وهو زعلان إن هو مسجل كل الأماكن اللي زارها بيماكس في الوقت اللي فات. وساعتها بيقرر هيرو هو وعمته إنهم يروحوا الأماكن اللي بيماكس راحها. وبيوصلوا لبيت كيكو وبيسألوها عن بيماكس وبيوروها صورته. فبتقول لهم كيكو إن هي قابلت بيماكس وإن هو ساعدها وعالجها. فساعتها هيرو بيقول لها إن بيماكس تايه. فبتقلق كيكو عليه وبتقرر إن هي تلبس لبسها وتروح معاهم علشان تدور عليه. وبيفضلوا كلهم ماشيين ورا الخريطة لحد ما بيوصلوا لصوفيا واللي بتقول لهم إن بيماكس ساعدها هي كمان. وبتقرر إن هي تروح معاهم علشان يدوروا عليه. وبعدها بيوصلوا للطباخ مبيتا واللي بياخدهم وبيروحوا كلهم بالعربية بتاعته علشان يدوروا على بيماكس. وبيفضلوا يسألوا الناس عن بيماكس. وأثناء ما هما بيدوروا بتشوف كيكو القط ومعاه المصاصة بتاعت بيماكس. فبتحاول كيكو إن هي تقلد بيماكس علشان تفهم القط إنهم عايزين يعرفوا مكان بيماكس. وفعلا خطتها بتنجح والقط بيجري وبيدلهم على المكان المهجور اللي بيماكس بيكون موجود فيه. وبيحاولوا إنهم يدخلوا المكان لكن العمال بيمنعوهم من الدخول وبيقولوا لهم إنهم هيفجروا المصنع ده بعد الغدا. وبيقرروا ساعتها إنهم ما يستسلموش. وبيبدأ الطباخ مبيتا يعمل الأكل بتاعه للعمال علشان يلهيهم ويشتتهم. والعمال بيسألوه عن أصناف الأكل اللي هو بيعمله. فبيقول لهم إن هو بيعمل كل الأصناف ما عدا السمك. وفي التوقيت ده بيدخل باقي الفريق للمخزن وفعلا بيقدروا إن هم يلاقوا بيماكس لكنهم لما بيجوا يشيلوه بيلاقوه تقيل جدا عليهم. فبيحاولوا إنهم يطلعوه من فتحة موجودة في الأرض لكنها للأسف بتكون ضيقة جدا. وبيفضلوا كلهم يزقوا في بيماكس لحد ما فجأة بيسمعوا العد التنازلي وبيعرفوا إن العمال هتفجر المبنى خلال ثواني. ولما كيكو بتلاقي إن الوقت قرب يخلص ومش هتلحق تهرب على طول بتسد الفتحة بنفسها علشان تحمي صوفيا وبيماكس من الانفجار. وكمان بتطلب من القط إن هو يهرب بسرعة لكن القط وقتها بيقرر إن هو يساعدهم وبيطلع يقف فوق المكان وبيفضل يعمل أصوات علشان العمال تشوفه. وفعلا بيشوفوا العامل المسؤول عن تفجير المكان وساعتها بيبلغ الكل وبيقول إنه مستحيل يفجر المكان وفيه قطط لسه عايشة فيه. ولما كيكو بتسمع الكلام ده بتفهم إن القط عمل كده علشان ينقذها. وبعدها كلهم بيتجمعوا وبياخدوا بيماكس وبيودوه على عربية الطباخ مبيتا علشان يشحنوه. وأول ما بيبدأ بيماكس يفوق بيشوف كل الناس اللي أنقذهم وهم متجمعين حواليه. فبيقول لهم بيماكس إن هو سعيد جدا علشان قدر يساعد ناس كتير ونفس الناس دول كانوا هم السبب في إنقاذه ومساعدته. وبيماكس بيرجع بعد كده لحياته الطبيعية وبيكمل مساعدته لكل الناس. ولحد هنا بتخلص حكايتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.